يا ترى الفراعنة ضحكوا علينا؟ فين راحت قمة الهرم الأكبر وليه اختفت؟ اللي هقولهولك دلوقتي ممكن يغير فكرتك عن كل حاجة. خليك معايا علشان نكتشف واحد من أغرب ألغاز التاريخ المصري القديم. القصة كلها بتبدأ من هنا. الهرم الأكبر في الجيزة اللي بناه الملك خوفو واللي بيتقال عليه واحد من عجائب الدنيا السبع، كانت في حاجة دايما محيرة الناس: فين القمة؟ فين الجزء اللي مفروض يكمل شكل الهرم المثالي؟ كان زمان في حاجة فوق اسمها التاج الذهبي، بس دلوقتي اختفت. طب ليه؟ فين راحت؟ تعال نشوف النظريات الغريبة اللي العلماء بيقولوا عليها. أول رأي: الطبيعة لعبت لعبتها. في دراسات بتقول إن الرياح والعواصف الرملية على مر السنين كانت بتاكل في الحتة اللي فوق لحد ما راحت خالص. الرأي التاني يا صديقي: اتسرقت. في ناس بيقولوا إن القمة دي كانت مصنوعة من ذهب أو فضة، وده طبعا خلاها هدف للسرقة في وقت من الأوقات، يعني ممكن تكون راحت في غمضة عين على يد لصوص التاريخ. الرأي الثالث: اتهدت عمدا. وفي احتمال تاني بيقول ان القمة دي اتدمرت بشكل متعمد بسبب حروب او تغييرات سياسية زمن قوي. طيب هل القمة دي كانت ليها معنى، رمز او حاجة مهمة يعني؟ ايوه يا صديقي، في ناس شايفة ان التاج الذهبي دي كان رمز مهم جدا، ممكن يكون بيمثل بين الاتصال بين الارض والسماء، او جزء من طقوس دينية قديمة جدا مرتبطة بآلهة الفراعنة، وده يا صديقي حسب رأيهم هم، لانهم طبعا مش مسلمين وكده. الخلاصة ببساطة: لحد دلوقتي محدش عارف الحقيقة 100%، هل هي طبيعة ولا السرقة ولا تدمير متعمد؟ اللي نعرفه بس ان الهرم لسه واقف وبيشهد بعظمة المصريين القدماء اللي سبقوا عصرهم بآلاف السنين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وقولنا في الكومنتات انت شايف انهي سبب هو الأقرب، الطبيعة ولا السرقة ولا مؤامرة، ولا حتى اكتب رأيك انت صديقي عادي يعني. بس كده، سلام.